أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست راجل لراجل. أمير طلعت وماجد ماهر، اتنين رجالة قاعدين بنحكي في كل ما يخص الرجولة وأزمتها، وبندور على قلب الراجل. يعني إحنا من جوانا عاملين إزاي. ايوه. ماجد، أنا مستمتع جدا بالرحلة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت، وخصوصا الحلقة اللي فاتت على طول بقى الأب والأم، أدوارهم ايوه. الإيجابية السلبية، والموديانا لحلقة النهاردة اللي يعني قد تكون صعبة شوية، لكن أشجع اللي بيسمعنا إنه لو دي أول حلقة ليك ارجع تابع الرحلة من البداية، علشان الحلقة دي صعبة شوية، ما تدخلش على الغم على طول. فهنكون بنتكلم عن الجراح اللي ممكن يكونوا سببوها لينا الأب، الأم، المجتمع، كل اللي عدى وحط بصمة بشكل ما فينا. بشكرك يا أمير على اهتمامك وعلى يعني التسيير للعملية وعلى الأسئلة. وفعلا أنا متفق معاك، إحنا بنحاول ندور على قلب الراجل، ولما بنقول قلب الراجل يعني الراجل من جوه، مهم. يعني مش قلبه اللي هو الحتة المشاعرية أو حتة المشاعر، لكن قلب الراجل من جوه، جوهره. الكور بتاعه، جوهره بالظبط. أشكرك. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. يلا بينا معاك. يلا بينا. ماجد، رحلة الوعي اللي احنا فيها دي ببقى واقف عندها في مرحلة من الصراع كده بتعدي علينا بعد ما بندرك انه احنا اتجرحنا. فتلاقي مثلا لو حصلت مواجهة مع الأهل أو كده، فتلاقي في جملة بتطلع انه على قد ما كنا فاهمين مم. احنا عملنا أحسن حاجة عندنا، عملنا اللي كنا على أيامنا هو ده الصح، احنا كنا عايزين نطلعكم أحسن ناس وخلاص. فبنقف قصاد انه في دوافع كانت آه، ورا الجراح دي، او اللي احنا دلوقتي فاهمين ان هي جراح، مم. بس دوافع كانت كويسة، بس هم ما كانوش قاصدين ان هم يجرحونا الجرح ده. وعلى الناحية التانية في احيانا بنتعامل في مراحل، سواء كان مع الاب او الام او المرشد بتاعي، الشخص اللي انا بسمع لمشورته او بيتلمذني او ايا كان، فالاقيه ممكن يروح دايس على حتة كده او واجعني بقصد. مم. عارف زي الدكتور كده، لو انا عايز اعرف الحتة دي اخرها فين معاك، فيروح واجع فعلا. مم. فده قاصد انه يوجعني، و... وده يعني الاتنين فيهم وجع، بس واحد كان قاصد واحد مش قاصد. فالنهارده هنفتح بقى الكلام عن الجراح. ففي جرح مفهوم محسوب معمول بحرفنة علشان يطلع حاجة، وفي جرح اتعمل يعني من غير ما نقصد، بس احنا أيوه. عورناك. أيوه. أيوه. أنا الحقيقة في الحلقات دي مشغول أوي أتكلم عن الأفلام اللي إحنا برضه بنتفرّج عليها واللي إحنا دايمًا مشغولين بيها، فمش عايز ننسى أمير فيلم مهم أوي اسمه Good Will Hunting. مهم. الفيلم ده بتاع ممثل اسمه مات ديمون وروبن ويليامز. ويليامز الحقيقة. وعايز أبدأ من الفيلم ده لأن الفيلم ده قصته غريبة شوية، هي بتحكي عن قصة واحد فَذ، ولد شاب شاطر جدًا، جدًا في الرياضيات لدرجة إن هو قد يكون يعني عالم رياضيات، والولد عارف الطبيعة بتاعته دي أو عارف شطارته دي، عارف إنه بيقدر يعمل عمليات حسابية قوية جدًا. مع ذلك هو الفيلم بيجيبه إن هو عايش في مكان أي كلام، بيشتغل شغلانة بسيطة جدًا في كعامل بناء يعني، ومستخبي جوّه الحياة دي، ومخبّي خالص الموهبة اللي عنده يعني. لكن كمان بنكتشف إن الولد ده طول الفيلم هو عنده حاجة أساسية واضحة جدًا، هي الغضب الشديد جدًا. فكل مهم. مرّة بيقابل ناس بيتخانق معاهم، كل مرّة بيخرج مع أصحابه بيتخانق مع ناس تانيين، بيتمسك في أقسام البوليس والشرطة لإنه معتدي ولإنه بيمد إيده على الناس. الغضب العارم كان هو السمة الأساسية في حياته يعني. وبعدين بعد شوية بيحكم عليه القاضي إنه دي آخر فرصة ليك،
وإن ما كنتش هتروح لمعالج فأنت هيتحكم عليك بالسجن إن ما كنتش تستمر معاه، وبتبدأ رحلة تانية مهمة أوي. وهنا أنا عايز أتكلم عن آه، جرح زي ما أنت قلت مفهوم، وجرح غير مفهوم. مرات كتيرة أوي أوي في حياتنا مع أهالينا بنتجرح جراح نتيجة شخصياتهم أو نتيجة الطريقة اللي هم اتربوا عليها أو نتيجة حقيقتهم، مهم. إحنا ما بيبقاش لينا ذنب فيها. وفي مرات تاني لما بنتقابل مع حد في سكة المبادئة أو في سكة إن هو يكون كوتش أو أي حاجة بيساعدني يعني بطريقة حرفية أو بطريقة إحنا مختارين بيها نمشي السكة سوا، بيكون في جراح لكنها جراح محسوبة وجراح عشان نتحرك لقدام. أحكي لك الأول عن المجتمع برضه عشان ما ننساش الحتة دي، لأن المجتمع اوكي. بيجرح جراح كتيرة جدا لينا كرجالة. فمثلا تعالى نشوف النهاردة، أنا قلت الكلام ده في الحلقات اللي فاتت وهقوله تاني. المدارس مثلا صعب جدا 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 إنك تلزم الولاد الصبيان يعني بإن هم يقعدوا على الديسكس بتاعتهم والكراسي لمدة طويلة جدا، لمدة 9 ساعات ياخد فيها دروس قد كده. عشان كده مرات كتير قوي بنلاقي إن الولاد بتصنف ADHD 3 مرات أضعاف البنات. البنات. يعني صعوبة التعلم عند الولاد كتيرة جدا. والغريبة إن محدش بيشك في العملية التعليمية، مهم. لكن الكل بيحاول يقمع الولاد ويخلي الولاد تقعد عشان تنتبه وتسمع. حاجة تانية الكوربريت لايف أو الحياة اللي في الشركات النهاردة المكيفة، اللي حضرتك لازم تخش تحط بصمة إيدك من 9 وتمشي الساعة 5، أو لو قعدت لغاية 7 وتركب الباص وترجع تاني. اسأل أي راجل كده فعلا عايز إنه يعني يكتشف هويته ويكتشف حياته، قول له قد إيه أنت مبسوط بالحياة دي. ما بقولش إن إحنا مهم. محتاجين نعترض، لكن الرجال الحقيقة مرات كتيرة قوي بيلاقوا نفسهم في الأوتدورز أو في الخروج أو في الطبيعة، حتى لو ما كانوش بتوع تنطيط ولا كانوا بتوع آه، جبال وتسلق جبال، لكن حتى إن أنت تقعد قدام البحر وتشم هواء يعني بره التكييفات وبره الأطر المنظمة، الأطر المحدودة اللي فيها 1 2 3 4، يجد الرجل حياته. أبص كمان على الكنايس، يعني أبص على الرجال اللي في الكنايس، بص كده على الرجال اللي في الكنايس غريبة جدا، محتاج تسأل برضو نفسك. يعني الرجال اللي في الكنايس دي يعني متصالحين مع نفسهم وأرواحهم، ولا اتكتب عليهم إن هم يبقوا ديسنت، يبقوا محترمين، يبقوا مش بيشتموا، يبقوا مش بيدخنوا، يبقوا مش بيعملوا ما بتطلعش العيبة آسف يعني عشان خدام أسس بيروحوا البيوت يبهدلوا مراتاتهم وعيالهم وأبشع لكن جوه الكنيسة يا أخي الموضوع إيه؟ منظم جدا. وزي ما كنا بنقول في أول الحلقة أو الحلقة اللي فاتت مش فاكر، الناس في البيوت حاجة وفي الكنايس حاجة تانية خالص، وكأن حتى الكنيسة فرضت على الرجالة حياة معينة وطريقة يسوع معينة. الوديع آه عيشوا آه زيه آه هاديين، آه ميرفعش صوته، آه لا يسمع في الشوارع صوته، فخلاص بقى. بالظبط. آه. عشان كده احنا دايما برضو قلنا الكلام ده قبل كده، هل المسيح يشبه ويليام والاس اللي هو في الفيلم بتاع محارب ومحرر اسكتلندا. بالظبط، ولا يشبه الأم تريسا؟ هل هو راجل لطيف وديع، ولا بيعمل مم. كرباج ويخش الهيكل ويقلب مواد الصارفة ويقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى، أنتم جعلتموه الحلقة مغارة دي لصوص. الحلقة دي أنا فاكرها كانت جدلية جدا، بالظبط وأشجع أي حد بيسمعنا ارجع لها في الموسم الأول من بودكاست راجل لراجل. حلقة كان مضحوك علينا شوية فيها في بالظبط إنه الصورة بتاعت المسيح اللي بتقدم لنا، فإحنا حتى بيعة الراجل الكيوت اتبعت لنا بشكل ديني كمان بالظبط وروحي. بالظبط انت بالظبط خليك كيوت، خليك لطيف، بالظبط. ما تعيش مغامرة، ما تعملش حاجة خارجة عن النمط، خارجة عن الصف. الحقيقة البيعة دي متباعة لنا ولسه بتتباع، وبتتباع من جوه البيوت وبتتباع من بره البيوت. هتكلم على نموذجين للجرح أو للطريقة اللي بيحصل فيها خبطة للولد أو خبطة للولد والبنت حتى جوه البيوت، لكن تاني إحنا بنركز على الأولاد أو الرجالة في الحلقات بتاعتنا. مهم. فمرة تاني هنيجي على الحتة اليمين مثلا ونقول إن ده النموذج العنيف. بنلاقي مهم. فيه أب عنيف جدا مسيء
ممكن يكون بيشتم، ممكن يكون بيضرب الأم، ممكن يكون في سكته بيقوم كمان شاتم الولد وبيديله أسامي زي مثلا بنسمع مرات أنت ابن أمك، أنت مش راجل أصلا. مهم. ويمكن نسمع كلام ما نعرفش نحطه للناس يعني وهم مهم. بيسمعونا على البودكاست. فبيكون أب مسيطر مهيمن، أول ما بيخش البيت في غضب عارم شديد جدا، وفي يعني كل الكون بيعدي أو بيكون بيلف حواليه. ده النموذج السلبي اللي بيكون موجود في البيوت. كمان في نموذج تاني، هو مرة تاني المقارنة. أب بيجرح بالكلام بس، حتى لو مش بيضرب أو مش بيشتم، لكن بيجرح بالكلام، بيقارن ما بين الابن وأي حد تاني، ابن الجيران، ابن خالته، ابن عمته، نجاحهم، شطارتهم، كل حاجة يقول له أنت مش نافع، أنت مش هتفلح. مهم. كم الكلام السلبي اللي بيترمي من هذا الأب على الابن مرات بيكون عنيف جدا ومؤثر جدا، لأن خلي بالك إن الولد ينظر لهذا الأب في انتظار إيه؟ مهم. الصلاحية، وفي انتظار الشرعية الرجولية وعشان منه. كده بنسميه جرح غير مفهوم أو غير محسوب، بالظبط. لأنه أحيانا بيبقى الدوافع يقول لك علشان العيال تتحفز كده، مظبوط. والولد إحساس المنافسة يزيد عنده، فلما أقول له أنت وابن خالتك فيقول لا ده أنا، فيذاكر أكتر، فنكتشف الموضوع جاي بعكس. مظبوط لأن كده. هو جرح، بس جرح مش مفهوم، هو مش محسوب نتيجته، أيوه. مش محسوب توقيته، أيوه. ومدى الضغط اللي على الولد اللي حصل. صح. فمع الوقت أنا بخرب بس في الولد، لكن ما وديتوش لحتة. ومرات تاني بيكون برضو الأب شاعر بخزي، مهم. شاعر إنه قليل، شاعر إنه ما عندوش إمكانيات، وكان نفسه يستمد قيمته ويستمد قيمته من ولاده، مم. ومن إن هم ناجحين، ومن إن هم متفوقين، ومن الناس تكون بتتكلم عنهم. فبرضو مرات كتيرة جدا بيكون مش عايز يخليه أحسن ولا حاجة، لكن هو أصلا حاسس بالعبء وحاسس باللود اللي موجود على كتافه، فبيهينهم أو بيشتكي من وجودهم. كمان في نموذج ما نقدرش ننساه، هو نموذج الإساءة الجنسية. إن مهم. في أب ممكن يكون بيعتدي جنسيًا أو بيعتدي يعني جسديًا، بس في صورة انتهاك للأولاد أو للأولاد والبنات اللي موجودين في البيت. وطبعًا دي صورة صعبة جدًا. في أهالي تانية مدمنين خمر، مدمنين مخدرات، وبالتالي هو بيستنزف البيت في إهانة وضرب وسرقة وموارد قليلة جدًا. والولد هنا بيلاقي نفسه محتاج يتعامل مع كل هذا الأمر، مم. محتاج يتعامل وهو طفل صغير إنه بيتضرب، لمّا بيكبر شوية إنه بيدافع عن أمه، لمّا بيكبر شوية في إنه هو نِدّ بنِدّ مع أبوه اللي ممكن يكون الصراع بينهم محتدم. يعني أزمة جامدة جدًا نتيجة الأب الغاضب المسيء اللي هو على الناحية اليمين. ولمّا هنيجي نتكلم عن الجرح، الحقيقة التعامل مع الجرح ده مع إنه شكله صعب أوي وآلامه جامدة جدًا، لكن التعامل معاه أسهل شوية. مم. لو رُحنا للناحية الشمال، ودي قصة يعني مشهورة جدًا وبقى ومكررة أوي، إنه يقول لك الحقيقة أنا أبويا كان راجل كويس جدًا، مم. أنا أبويا كان راجل بيحبنا وكان راجل جدع كان هادي ويعني لدرجة إن إحنا ما حسيناش بوجوده. بالضبط كده. يعني عمره ما قال لنا اه. حاجة أصلًا يعني إحنا ما كناش كان بيتعب عشاننا وكان. بس طبعًا اللي أنا باقوله هنا واللي أنا قُلته المرّة اللي فاتت، إنه عدم استقبال الوقت واستقبال التعامل واستقبال الكلمات من أبويا بيخلّي اليُتم هو سيد الموقف للولد اللي موجود. فبيكون النموذج هنا إن الأب غايب، مش موجود. ممكن يكون غايب لإن رأيه مش موجود. الأم مسيطرة جدًا، وده على فكرة برضه بيلعب في الهوية الجنسية، وهو ده الحدث المُرسِّب اللي كنا بنتكلم عنه، مم. سواء للبنت أو للولد في البيت، للميل لنفس الجنس. إن الأم مسيطرة، الراجل منسحب تمامًا، بيسمع الكلام، مطيع، مش موجود كنموذج أبوي ذكوري في البيت. لكن كمان ممكن يكون في طلاق، ودي أزمة تانية الحقيقة عمّالة مم. تحصل في حياتنا، وعمّالة تحصل كمان في الكنايس، وعمّالة تحصل بين الأزواج المؤمنين، إنه بيحصل انفصال وطلاق. فبالتالي الأب بيكون بيمشي من البيت. ومرات كتيرة أوي
الولاد مش بتبقى فاهمة هو ليه حصل كده، وهو ينفع عندنا، أو بيعدوا في لغط ينفع ولا ما ينفعش، والحتة دي. لكن الولد برضه بيلاقي نفسه ان هو يتيم، مفيش اب موجود. كل اللي مطلوب النهارده ما بين الاب والام ان هم ينظموا العلاقات وينظموا المصاريف وينظموا الادوار اللي بينهم. فده نموذج مرة تاني للاب السلبي المنسحب، اللي ما بيديش وما بيوفيش ولاده بالتواجد وبالصلاحية. دي الجراح غير المفهومة أو غير المحسوبة. بالظبط. بس هل في جراح بقى مفهومة؟ يعني لو رحنا بقى لفكرة الجرح المفهوم اللي بيمارسه الشخص اللي بيتلمذ أو اه الأب أحيانا اه في أثناء ما بيمرر لي الرجولة، فأحيانا ممكن يسمح إنه أتعور، امم إنه مش هاتعوّر كتعويرة جسدية، لكن امم إنه أتضغط، إنه أتعب، إنه أنهار، إنه أتوجع بشكلٍ ما علشان أتعلّم. ميكانيزم الجرح غير المحسوب زي ما اتكلّمنا كده، إنه هو جرح، عوّر ومشي، ما حسّش بحاجة وأنا ما خرجتش لمنطقة جديدة. امم لكن في الجرح المحسوب بقى، امم الميكانيزم بتاعه بيحصل إزاي؟ الحقيقة إحنا هنا لأن الحلقة دي تبدو غامقة شوية، لكن إحنا بنطعمها النهاردة بجزء تاني بقى، اهم، هو إيه دور المبادئ اهم، أو إيه دور الشخص في تعامله معايا. وكأن لما هنيجي نتكلم برضو عن الحتة دي أكتر باستفاضة، وكأن دور المبادئ دايما إنه شخص لذيذ بيمشي معايا السكة، اهم، بيشجعني، بيقويني. الحقيقة يمكن مش هو ده الدور اللي المبادئ بيكون بيقوم بيه، لكن الدور هو اللي انت بتحكيه ده يا أمير، انه يكون بيقوم بحاجة اسمها جرح محسوب، او جرح يعني بيؤدي الى رسالة. فبالتالي انا هنا عايز اخش الحقيقة على حاجة يمكن تصدم الناس شوية، هو مفهوم القيادة. اهم. يعني أنا بالنسبة لي مفهوم القيادة هو إحباط الآخر للقدر الذي يستطيع تحمله. إحباطه. إحباط إمم، الآخر للقدر الذي يستطيع تحمله. طبعا وسط كل بقى كلمات التشجيع اللي الناس بتنادي بيها، قائد لازم يبقى وإنه زعيم، يلم الناس حواليه، وتشجعهم وتوري خطابه إيجابي طول لهم الوقت. شغفهم وتشجعهم آه، والكلام ده كله. أنا موافق على الكلام ده كله، ما عنديش أزمة، بس هو آلية عمل ده اهم، عاملة إزاي؟ تعالى النهاردة أكلمك عنها بطريقة أسهل شوية، مثلا في الأشغال. النهارده لو قلنا الجرح الغير مفهوم، مدير بيزعق، مدير مش عاجبه شغل الناس، مدير مش عارف ايه. لكن كمان انا عندي مشاكل، عندي حاجه اسمها procrastination، باجل كل حاجه. اهم، فانا محتاج واحد يتعامل معايا في الحته دي ويساعدني. ما باجيش في ميعادي، فباجي كل يوم الساعه 11 وبعدين بقيت باجي الساعه 12. اهم، موضوع الخصم وموضوع الفلوس دي كلها، دي حاجات النهارده مش هتناسب، لان النهارده احنا بنقول ان الاشغال والاعمال قائمه على السوشيال كلتشر، او على الثقافه الاجتماعيه. فمهم قوي ان الناس تلاقي احترام وتلاقي تفهم، لكن كمان مهم قوي انها تلاقي اليات للتعامل مع مشاكلهم. وهنا بيجي دور القياده اللي انا كنت لسه بقولها، انها قياده محبطه للقدر الذي استطيع ان اتحمله. بتفكّرني بالمشهد بتاع رفيقي اه مع سيمبا وهو اه بيفوّقه عشان يرجّعه لأصله ايوه لهويته تاني، ايوه فجرحه جرح محسوب زي ما أنت بتقول كده، طبعا النموذج طبعا بتاع إنه طبعا أنا هاحبطه وأحطّك قصاد نَفْسك وأقول بالظبط لك إن أنت تُهت وإن أنت بالظبط دلوقتي مش عارف أنت بتعمل إيه وفي مكان مش مكانك، صح صح علشان هو دماغه تلِف ويرجع. مظبوط مظبوط. رفيقي هو كان القرد اللي كان موجود في أول الفيلم، اللي استلم الولد من أبوه وأمه اهم، وحط له علامة على راسه، وكأنه هو عارف ده مين. اهم، ودي الحتة المهمة قوي، إنه أنا ما بقبلش الجرح المحسوب إلا من شخص عارفني اهم، وعايز يوصلني للهوية اللي أنا موافق عليها. اهم، ففي الفيلم ده في رحلة سيمبا لمّا ضاع، لمّا عمه قال له اهرب من المكان ده وجري، راح مع 2 كده طيبين لُذاذ، بيقولوا له ما تشيلش هَم كل حاجة، واختفى. وبعدين وهو هناك جات له نالا. نالا دي كانت هي إيه، الbeauty، هي اهم، الجمال.
فجات عشان تدور على حاجة تصطادها أو كده، فهو قابلها. المهم ضربته، لأن هي كانت دايما هي اللي بتنتصر على فكرة في الخناقات، فعرف إنها نولا. لا أنت هنا. قالت له أنت ليه مش بترجع وتعالى؟ قال لها لا أنا هنا تمام جدا. وخلي بالك دي حتة رهيبة، إن العنصر النسائي هنا أو المرأة أو الجمال ما قدرش يرجع له الهوية بتاعته. بس لما رفيقي عرف مكانه فين وجاله، بدأ يواجهه بالسؤال اللي هو إيه بقى؟ أنت مين؟ ده السؤال اللي بيجيلي من واحد عارف هويتي، عايز يمشي معايا السكة، مصدق فيا، مشجعني جدا، عارف حقيقتي، ومش مصدق الضياع اللي أنا فيه، ومش مصدق الجرح اللي أنا فيه، ويقول لي أنت عارف أنت مين؟ يساعدني أسمع صوتي. فخده ووراه وقال له أنا مش لاقي أبويا، وأنا كنت السبب في إن أبويا مش موجود. قال له تعالى أوريك فين أبوك. مشي الأسد الكبير بقى، سيمبا كبر دلوقتي، مشي ورا رفيقي كأنه هيشوف أبوه. وهو ده الاحتياج اللي جوه كل واحد فينا، إن هستقبل تاني الفاليديشن والصلاحية، أتوق وأشتاق إني أقابل أبويا. فراح وراله وشه في المية، قال له شايف أنت هو. وبدأ يفهمه إن إزاي أبوه حط فيه البصمة، وكأنه بيفكره لما أبوه خده بقى في أول الفيلم خالص، طلعه على الجبل وقال له شايف كل المملكة دي؟ فالولد الصغير قال له كل ده هيبقى بتاعي؟ قال له لا، مفيش حاجة هتبقى بتاعتك، لكن أنت هتكون مسؤول عن أمان كل الناس اللي في الحتة دي، ومسؤول على إن المية تكون موجودة. لما بدأ يسترجع مرة تاني دوره وغرضه وهويته، بدأ يرجع مع نالا اللي هي الجمال أو البيوتي في حياته إلى البيت بتاعه يعني القديم. ما كانش الجرح لسه اتشاف، خلي بالك، بس هو كان افتكر وعرف مرة تاني إن بحثه عن أبوه هو جواه. وكأن دي الفكرة برضو، إحنا مخلوقين على صورة الله، وإدراكي وسؤالي عن مين أنا هيسمح لله إنه يقول لي ويقول لك أنت مين وأنا مين. مش عايزين ننسى إنه إبراهيم اتغير اسمه من إبرام لإبراهيم، يعقوب اتغير اسمه من إسرائيل ليعقوب. الله يعطي الاسم ويعطي معاه الدعوة ويعطي معاه مرة تاني الغرض اللي احنا مخلوقين لأجله. الكلام عن الجراح بيفتح بس احنا مش هدفنا ان احنا نفتح بس. أيوه. فاحنا دي مش نهاية المطاف ولا الحتة اللي هنقف عندها. يمكن هنقف في الحلقة النهاردة عند الجراح بعد ما فهمنا الفرق ما بين الجرح المحسوب وغير المحسوب. ومهم قوي نأكد على فكرة انه اللي مسموح له انه يجرحني الجرح المحسوب ده هو حد عارف هويتي بالظبط، وحد عارف انا مين بالظبط، فهو عارف بيعمل ده علشان يوديني لحتة. بالظبط. واحنا بنختم الحلقة كده يعني في جزء من كتاب رجولة قلب للكاتب جون إلدريدج، بعد ما اتكلم عن الجراح وبعد ما اتكلم عن كل الحاجات الخربانة جوانا، فقال جملة كده لطيفة قوي انه الفهم لا يساوي الشفاء، صح، والوضوح لا يعني التجديد، بالظبط. إذ لا يعني أنه بما أنك تفهم أن لديك جرحا أو ربما يكون لديك جرح أن ذلك ببساطة سيشفيه. ما هو فإحنا طبعا أنا هضيف حتة كمان لازم أقولها، إنه كمان قبول المسيح والتغيير المسيحي ما بيشفيش الجرح. ودي المفاجأة، إن ناس كتيرة قوي جوه الكنايس فاكرين إن هم بما إني أنا بقيت بتبع المسيح فأنا جرحي شفي أوتوماتيك. لكن الله يمشي معايا الرحلة ويصلح ده، لكنه ما بيحصلش أوتوماتيك يا أمير. وده يمكن اللي بيكمل فيه جون إلدريدج بعد كده، وبيقول تعامل مع الموضوع وكأنه الدكتور. بس دلوقتي انت في لحظة ما الدكتور قال لك انت عندك ورم خبيث محتاجين استئصاله، فهو لسه ما بدأش رحلة العلاج بالزبط. بس احنا عرفنا وجود المشكلة. نتقابل الحلقة الجاية في الحل، ونتقابل واحنا بنحاول نقفل الجروح دي. نتقابل إن شاء الله. إن شاء الله. ثانك يو أمير. نقابلكم في حلقة جديدة من بودكاست راجل لراجل.